انا والكريمه دخلنا في جدال، هي تقول لي نطبخ الدجاج بقصير في الفرن عشان يستوي، وانا اقول بدون قصير عشان يتحمر. تتوقعوا مين صح؟ حامل اي تتبيله، صلصه، زيت، بهارات، وحتبل الدجاج كويس. صينيه حنرص البطاطس ونحط فوقها الدجاج، واحده حقصرها والثانيه ما حقصرها، ونخليهم على حراره 200 في الفرن لمده ساعه بالضبط. اللي بقصير طبعا فكيت القصير في اخر ربع ساعه عشان تتحمر، واللحظه اللي بدون قصير اتحمرت كويس وحبست السوائل وطبختها من جوا. وانا اشوف اللي بقصير انسلقت وخسرت كل السوائل. وكده جهزوا الاختبار الاول، القرمشه. انتوا سامعين الفرق؟ طب شوف البطاطس، هنا شكلها مشويه وهنا شكلها مسلوقه. اللي بقصير بعد ساعه على الحراره 200 احسها استوت، بس يعني يبغى لها زياده. واللي بدون قصير تعالوا نشوف. شايفين العظمه كيف طلعت؟ اللحمه يا جماعه مهريه. شوفوا كيف الصدر مره مقمر ومستوي وجاهز للاكل. بس اهم شيء الطعم. خلينا نجرب الان. شوف الفخذ مهري، نشوف الفخذ هنا. اوكي الاثنين مستويه، بس اللي بدون قصير انهرت معانا. هذه مستويه بس مو مره مهريه. ندوق الجلد، سلام، طعمه زي الشوايه اللي ناخذها عند البخاري. شوف الجلد هنا ما في مقارنه في الطعم. اللي بدون قصير الجلد حقها تقرمش ونشف، حده طعم جدا خرافي. عامل الفرق هنا النكهه التقمير لها طعم الشوايه. انا بالنسبه لي اللي يفوز الدجاج اللي نعمله بدون قصير. انتوا ايش رايكم؟